سلام الله عليكم أعزائي المتابعين. موضوع حلقة اليوم هو موضوع خطير بالفعل، لهذا رجاء سواء سمعت به أو لم تسمع به شارك مع أصدقائك، ورجاء إذا لم يسبق لك أن سمعت بهذه المعلومة انقر على زر لايك حتى نعرف كم عدد الأشخاص الذين استفادوا من موضوع حلقة اليوم. حلقة اليوم هي حلقة تحذيرية، حلقة تنويرية بالنسبة للإخوان والأخوات الذين لا يعرفون بوجود هذا الجهاز. هو جهاز يستعمل من طرف سارقي السيارات في سرقة سياراتكم. هذا الجهاز إخواني دوره أنه يشوش على مفاتيح السيارات التي تحتوي على زر إغلاق باب السيارة. نعم أعزائي، فأغلبنا عندما يخرج من السيارة يضغط على زر إغلاق باب السيارة ثم ينصرف، لكن في الحقيقة إذا كان يتواجد في المكان الذي وضعت فيه السيارة شخص يحمل هذا الجهاز بين يديه، فإن باب سيارتك لن يقفل، وبالتالي ستعتقد على أن باب السيارة قد قفل بالفعل عند ضغطك على الزر، ولكن السيارة وباب السيارة لم يغلق. الطريقة هي بسيطة جدا. بكل بساطة فمجرم معين، نفترض أنك أوقفت سيارتك في مكان ما قبل خروجك من السيارة، فالمجرم سيضغط على زر يوجد على هذا الجهاز. وللإشارة هذا الجهاز يمكن أن يأخذ عدة أشكال ويمكن أن يأخذ عدة ألوان، يعني ليس بالضرورة أن يكون نفس هذا الجهاز. فهو بكل بساطة سيضغط على الزر ثم يلقي أصبعه على الزر إلى حين أن تخرج من السيارة، ثم تضغط على زر إغلاق باب السيارة وتنصرف. أنت في الحقيقة عندما ضغطت على باب أو على زر إغلاق السيارة فحصل هناك تشويش للريموت كنترول، حصل هناك تشويش لمفتاح السيارة، وبالتالي فمفتاح السيارة لم يعد يتصل ويتواصل مع السيارة. لا أكثر عليكم الكلام، سنقوم بتجربة هذا الجهاز على سيارتين وشاهدوا التجربة. إذا أعزائي سنجرب السيناريو على سيارتين، السيارة الأولى موديل جديد، والسيارة الثانية موديل قديم. نجرب الموديل القديم ثم نعود إلى الموديل الجديد. نعم. إذا أول شيء لاحظوا سأقوم بتشغيل الجهاز. إذا أولا نجرب مفتاح التحكم، إذا يعمل كما تشاهدون. الآن سنجرب الجهاز، نضغط على السيارة لا تفتح ولا تغلق، الجهاز يعمل. فبالتالي عندما تخرج من السيارة وترغب في إغلاق الباب بطبيعة الحال لن يغلق الباب لأن الجهاز يشتغل. الآن سنمر ونجرب نفس العملية على سيارة جديدة. إذا الآن سنجرب نفس الموديل على السيارة الجديدة. إذا إغلاق فتح، إذا نتأكد أنه يعمل. الآن سأقوم بتشغيل الجهاز. لا شيء. جميل. إذا الآن بالنسبة للإخوان والأخوات اللواتي أو الذين يرغبون في فهم ماذا حصل تقنيا، إليكم التفسير الآتي. بكل بساطة أي ريموت كنترول، إذا هذا الجهاز يعني يعمل على تردد 433 ميجا هرتز. جميع مفاتيح السيارات تعمل على تردد كذلك 433 ميجا هرتز. ماذا يحصل؟ ما يحصل هو أنه عندما أضغط على الزر فأنا أصدر إشارة ب 433 ميجا هرتز. الباور أو القوة الدافعة لهذه الإشارة هي أقوى من القوة الدافعة لإشارة 433 ميجا هرتز التي يصدرها مفتاح سيارتك. وبالتالي فعندما أنت كذلك تضغط على ذلك الزر الموجود في مفتاح السيارة والذي يصدر كذلك هذه الموجة 433 ميجا هرتز، سيجد أن هناك تشويش، لأن هناك إشارة مثلها على نفس القناة توجد، وبالتالي فإشارة الريموت كنترول لن تصل إلى السيارة. وهذا بالفعل ما وجدته في كتيب السيارة. عندما ذهبت وبحثت في كتيب السيارة وجدت أن المصنعي السيارات يحذرون من هذه الأجهزة، بل ويحذرون كذلك من أنه يمكن أن تكون هناك أجهزة تشوش على عمل الريموت كنترول. إذن هنا أعزائي في النهاية ما هو الحل؟ الحل بكل بساطة هو أنه يجب عليكم عندما تضغطوا على زر إغلاق السيارة دائما حاول أن تتفحص هل بالفعل الباب قد
أقفل بشكل جيد، ولا توجد أي طريقة أخرى من أجل الحماية، إلا هناك كذلك بعض ما يسمى بالتنبيهات الصوتية، أي أنك عندما تغلق السيارة يجب أن تطلق السيارة تنبيه صوتي. في حالة إذا لم تطلق تنبيه صوتي، إذا هذا أو يعني أن السيارة لم تقفل، وهذا بالفعل موجود في بعض السيارات. إذا هذا ما يوجد في موضوع هذا التحذير. رجاء إخواني إذا استفدتم، إذا كانت هذه أول مرة سمعتم هذه المعلومة أو سمعتم إشاعة وأحببتم التأكيد، إذا الحمد لله قد أكدنا هذا الأمر. ما عليكم إلا مشاركة هذا التحذير مع غيركم.